تعالوا بقى نغير المود ونقلب ريحة البيت ونخبز، ويا سلام بقى لما تكون بريحة وطعم الزعتر وزيت الزيتون، حاجة حقيقي رهيبة. يلا بينا نشوف التفاصيل كلها مع بعض. في البداية كده معايا 3 كوبايات كبار من دقيق متعدد الاستخدامات ومنخول، ذرة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر وقلب كويس جدا، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، ربع كوباية من المية الدافية وقلب كويس قوي. الحلة بتاعت العجان هضيف عليها كل المكونات مع تلت كوباية من زيت الزيتون ومعلقتين كبار من الزعتر. الأول كده على سرعة هادية هخلط المكونات الأول مع بعض، وبعد كده ألم العجينة من نص كوباية لكوباية إلا ربع من المية الدافية. مدة العجن ما تقلش عن 8 دقايق، لازم العجينة تكون طرية بنفس الشكل ده. أشكلها كده على شكل كورة كبيرة، أحطها في طبق مدهون بزيت وأدهن وشها بزيت، أغطي الطبق بالاسترتش وفوطة وأسيبها تخمر لمدة ساعة. الحشوة بسيطة جدا، جبنة بيضة، فلفل رومي، شوية كده من النعناع المجفف، ذرة من الملح والفلفل الأسود. العجينة بتاعتي اختمرت، هقطعها كده لكرات، حجم كل كورة 45 جرام. اخد كل كوره وافردها كده بشكل دائري، احط في النص الحشوه، ومهم جدا ان احنا نقفلها كويس جدا جدا. احطها في صينيه مدهونه بزيت ومتبدره بالدقيق، اغطي الصينيه واسيبها تخمر مره كمان لمده 10 دقائق. صفر بيضه، معلقه كبيره من الحليب. بعد ما العجين يخمر مره كمان ادهن الوش، والصينيه تدخل الفرن على درجه حراره متوسطه لمده نص ساعه. نص كوبايه من الزبادي، معلقه كبيره من زيت الزيتون والزعتر وقلب كويس قوي. بعد كده هخرج الصينيه، ادهن وشها بخليط الزبادي وتدخل الفرن لمده 3 4 دقائق بس. مش قادرة أوصف لكم جميلة قد إيه. بألف هنا وشفا، وباي باي.